محمد صلاح النهارده احرز هدفين في توتنهام في فوز ليفربول على توتنهام طبعا في الوايت هارت لين. وباحراز صلاح لهدفين النهارده اصبح 126 هدف. 126 هدف في البريمير ليج بقى. تخطى طبعا انيلكا وروبي كين. تساوى مع روبي كين يعني طبعا نجم توتنهام السابق ونجم منتخب ايرلندا السابق. الحقيقه صلاح النهارده لعب ماتش كبير، كان هو نقطه التحول يعني في او النقطه الفارقه ما بين الفريقين. الهدف الاولاني، جول حلو قوي، جايه بدايه من عنده، الكره ملعوبه له في بدايه الهجمه، لعب الكره واتحرك وكمل في ال 18. نونيز حطها له حلوه قوي قوي يعني حلوه. ولكن الجول الاولاني سرعه صلاح في ان هو وقف الكره في نص ثانيه وراح لطشها. الكره عليت منه وهو بيوقفها، ما بستناش بقى لما تنزل، لو استناها لما نزلت خلاص الموضوع انتهى، لان الراجل السنتر باك او الباك ليفت اعتقد سيسينيو كان جاي داخل عامل عليه عامل بلوك للكوره. جول حلو قوي، جول حلو قوي. الجول الثاني طبعا غلطه من ايريك داير، لكن بدايه الغلطه هو ضغط صلاح هو اللي دخله في مشكله، بس فينش حلو قوي، لان هيوجو لوريس طلع قفل عليه الجون. اي واحد تاني يعملها هتتصد، انما صلاح راح شايلها من فوقيه. وهنا الخبره والحاجات الكتيره اللي اتحسن فيها صلاح. الحقيقه فخور ان في لعيب مصري بيناطح النجوم الكبار تاريخيا على مستوى البريمير ليج. فخور بمحمد صلاح طبعا. زي ما تساوى محمد صلاح مع روبي كين. تخيلوا محمد صلاح في المركز ال 16 تاريخيا في البريمير ليج. طبعا تخطى انيلكا وتخطى دوايت يورك، لعيبه كبار واسامي كبيره، ولوكاكو. يعني برافو محمد صلاح، برافو انه مركز، وبرافو انه ما عندوش حاله من الاكتفاء، ما عندوش اي حاله من الاكتفاء، وده المهم. دايما بيعرف يجدد دوافعه. صلاح درس بان انت ازاي تجدد دوافعك، ويمكن ده ممكن في وقت من الاوقات اللي احنا ما نجحناش فيه ان احنا ما عرفناش نجدد دوافعنا. دوافع لعيب الكرة لازم دايما يبقى عنده دوافع جديده بتتجدد كل يوم. حققت كذا، احط تارجت جديده واشتغل عليها، حققت كذا، احط تارجت جديده واشتغل عليها. وانا متاكد ان هو ده اللي صلاح شغال عليه. ده الجول، دي اللقطه بتاعت الجول الاولاني اللي بقول لكم عليها. لو اي لعيب تاني هيستنى بقى الكرة عليت منه، هيستنى الكرة نزلت خلاص كل سنه وانت طيب. انما هو عارف ان هو لازم ان هو يروح لها فوق ولطشها كويس جدا. هدفين فيهم نضج كبير جدا لمحمد صلاح. نضج. الجون الثاني فيه نضج كبير، لانه خلي بالكم هو داير غلط، صلاح ضغط، حط الراجل في ظهره صلاح. هي دي اللحظه بقى اللي محتاجه هدوء. كان صلاح في وقت من الاوقات زمان وهو في روما وهو في بداياته كان بيضيع الحاجات دي. خلاص بقى هو دلوقتي حط نفسه في ستيت اوف مايند ان هو الحاجات دي لما بيروح خلاص هو عارف اوتوماتيك هو هيعمل ايه. برافو محمد صلاح، بقى رقم 16 في الرانكينج في الترتيب في تاريخ البريمير ليج، وفوز مهم جدا لليفربول في توقيت صعب، في توقيت الفريق بيمر فيه بظروف صعبه. يعني فوز مهم جدا. وتوتنهام النهارده بصراحه كانوا وحشين قوي يعني، حتى الجمهور صفر على الفرقه ما بين الشوطين، كانوا وحشين قوي يعني، وحشين. كونتي يعني بيلعب بطريقه اسلوب يعني فيه تحفظ كبير جدا. ويعني يعني في الماتشات الكبيره كلها كونتي مش يعني في الماتشات الكبيره كلها معروف عن كونتي ان هو دايما في الماتشات الكبيره بيعرف يكسب. السنه دي كل الماتشات الكبيره خسرها تقريبا. مانشستر يونايتد، نيوكاسل، ارسنال، والنهارده ليفربول. تعادل مع تشيلسي اخر ثانيه، كانت الفرقه وحشه جدا جدا جدا، وكان في اخطاء تحكيميه يعني كبيره جدا اعترفوا بيها. ده جدول ترتيب البريمير ليج. ارسنال في الصداره النهارده بعد فوزه على تشيلسي. على فكره ارسنال فرقه كبيره وارتيتا مدرب كبير، بقول كده يعني وانا مش مبسوط، بس لازم اقول لكم ان ارسنال فرقه كبيره.
ارتيتا قدر ان هو يعمل فريق مصغر لمانشستر سيتي يعني عجبني جدا كلام النهارده طارق شعبان محلل الريمونتادا على تويتر، ان قال لك ميني مان سيتي، ميني مان سيتي. سيستم لعب النهارده عجبني جدا. يعني الفرقه في بدايه الهجمه ازاي لعيبه نص الملعب بيفضوا لبعض، درس يا جماعه، لازم الناس تتفرج. طبعا عندهم هم حاجات زياده احنا ما بنعملهاش هنا في مصر، بس النهارده اتفرجوا ازاي الراجل الباك ليفت بتاع ارسنال في بدايه الهجمه بيخش في نص الملعب، وان الراجل الجناح بينزل يسقط يستلم على الخط، وتشاكا بيعمل اوفرلود في الحته دي عشان يسحبوا الناس. يعني كل حركه وكل حاجه محسوبه في الملعب. وفوز مهم جدا لارسنال على تشيلسي في ستانفورد بريدج، في مباراه يعني ارسنال فرض فيها سيطرته تماما، وفي مباراه شارك فيها النني في الدقائق الاخيره طبعا بعد عودته من الاصابه ومشاركته في اليوروبا ليج. توتنهام نيوكاسل برضو عاملين فرقه كبيره، وعاجبني قوي التطور اللي هم فيه. توتنهام في المركز الرابع 26 نقطه. مانشستر يونايتد النهارده بيخسر من استون فيلا 3-1، ماتش وحش جدا. البدايه الحلم لأوناي إمري المدير الفني الاسباني الجديد لاستون فيلا، طبعا اللي جه خلفا لستيفن جيرارد. برايتون ديزيربي مدرب كبير، طبعا مدرب برايتون 21 نقطه في المركز السادس. تشيلسي وحشين قوي 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 النهارده، كانوا وحشين قوي، يعني لا يمكن ابدا تقول ان دول ابطال اوروبا. التحول اللي حصل في فرقه تشيلسي مرعب مع مدربهم طبعا بوتر اللي بيواجه صعوبات كبيره جدا، مدرب برايتون السابق. ليفربول في المركز الثامن 19 نقطه. فولم في المركز التاسع مع طبعا سيلفا، واحد من المدربين المميزين جدا طبعا البرتغالي. كريستال بالاس 19 نقطه مع باتريك فييرا واوشن روبرتس. برينتفورد 16 نقطه في المركز ال11. ليدز يونايتد، استون فيلا طبعا بعد فوز النهارده، وانا اتوقع ان استون فيلا هيمشي كويس مع امري. ليستر سيتي 14 نقطه، مش بعيد عن الريليجيشن. ساوثهامبتون اقالوا مدربهم خلاص، صح؟ خلاص اقالوا المدرب بعد الخساره النهارده. وولفرهامبتون لوباتيجي المدير الفني الجديد، مدرب سيفيا السابق ومدرب طبعا المنتخب الاسباني السابق. واخيرا نوتنغهام فورست، يعني في المركز الاخير، وبعد التعاقدات الكبيره اللي عملوها ممكن يكونوا محتاجين وقت للتاقلم. نوتنغهام فورست انتوا عارفين تعاقدوا مع 23 لعيب، لكن عجبني جدا وهم ملخبطين جددوا للمدرب بتاعهم. ساوثهامبتون لسه مش رسمي، بس يعني قرار يعني اعتقد ان هو يصدر يعني بكره الصبح، هتلاقيه الظهر بالكتير الراجل هيمشي. دي اخبار البريمير ليج.